السلام عليكم. اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من نجم الملاعب مع احمد فواز. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عندنا الاخبار وعندنا الكواليس واخر المستجدات اللي بتدور داخل نادي الزمالك الملكي، ولكن في البداية لو مش مشترك في القناة اكيد يسعدنا انضمامك واشتراكك لينا، صلى على رسول الله، واللايك والشير مهم جدا جدا علشان الفيديو يوصل لكل اخواتنا ومحبينا في كل مكان. يلا بينا نبدأ على اول الاخبار واول الكواليس بفرمان وقرار نادي من داخل نادي الزمالك بالنسبة لشيكابالا، بعد معرفة والمسؤولين في نادي الزمالك تأكدوا ان هناك مفاوضات ما بين شيكابالا وما بين نادي بيراميدز. نادي الزمالك والمسؤولين نفوا تماما جملة وتفصيلا اي كلام عن رحيل شيكابالا، قال لك ان اللاعب مكمل واللاعب من احد اللاعبين المهمين والاساسيين داخل الفريق، ونادي الزمالك ما عندوش اي نية لرحيل شيكابالا عن نادي الزمالك. علشان نقفل الموضوع جملة وتفصيلا، شيكابالا مكمل، شيكابالا موجود مع نادي الزمالك، وده الكلام اللي طلع من داخل إدارة نادي الزمالك، وشيكابالا موجود داخل نادي الزمالك في الموسم المقبل بشكل عادي جدا جدا. طيب، في واقعة حصلت امبارح في نادي الزمالك ما كناش حابين نتكلم عليها، ولكن الناس تقدر تتكلم عليها والناس تقدر تقول عليها، حابين نوضح لك الموضوع. الواقعة دي ان احد الناس في نادي الزمالك في الجمعية العمومية في نادي الزمالك والاعضاء هناك كان بيصور امبارح السلبيات اللي هو شايفها من وجهة نظره، انقطاع الكهرباء المستمر في نادي الزمالك بالذات، يجي الساعة 10 والكهرباء تفصل. في سلبيات كتير كان بيصورها على الموبايل. الناس في النادي قالت لك ده ارهابي ومش ارهابي، والحل حوش يا جدع مش عارف ايه، وقوات امن الجيزة كانت موجود والناس كلها اتقلبت داخل نادي الزمالك، وقوات امن الجيزة جت خارت العضو واحتجزته في المكتب في نادي الزمالك، قاموا بتفريغ الهاتف بتاع الراجل، وتبين ان الراجل اصلا لا ارهابي ولا له دعوه بالكلام ده، ولكن هو عضو بس بيشرح عنده صفحه على الفيسبوك او حاجه زي كده، بيشرح على ارض الواقع السلبيات وبيصور السلبيات اللي هو شايفها في نادي الزمالك. ولكن تدخل اللواء احمد سليمان المرشح على رئيس نادي الزمالك او اللي كان موجود في نادي الزمالك سابقا، وتدخل بعلاقاته مع المسؤولين في الامن، والراجل مشكورا ما سابش الراجل الا بعد حل المشكله، والراجل روح بيته والموضوع انتهى، والراجل لا ليه اي علاقه بالارهاب ولا الكلام الفاضي والراجل الموضوع اتحل. وفي الاخر طلع راجل عضو مجلس عضو في الجمعيه العموميه ومالوش اي كلام بالكلام اللي اتقال عليه. كمان عايز اكلمك برضو اقول لك بالنسبه لاحمد ابو الفتوح، اروح اشد احمد ابو الفتوح كده من ايده واوديه الاهلي. ان انا نفسي افهم يعمل لكم ايه علشان يقول لكم هو مش عايز يروح الاهلي، يشرحها ازاي، يغنيها ازاي، يقولها بانهي لغه هو مش عايز يروح الاهلي. وكلاء لاعبين امير توفيق ابعت ناس مقربين من احمد ابو الفتوح يزن على ودان اللاعب عشان يروح الاهلي، وبص امام ومش امام يا عم، هو مش عايز يروح الاهلي يا سيدي، مش عايز يروح، احلف لك بايه ان هو مش عايز يروح الاهلي. وبالرغم من ده كله محاولات مكثفه على قد ما تخيل ان هناك محاولات للتعاقد مع احمد ابو الفتوح والاقناع احمد ابو الفتوح ان هو يفضل لشهر يناير ما يجددش مع نادي الزمالك، وحتى بيطالبوا اللاعب انه يتساوى بالفئه الاولى، وانت لاعب دولي وانت لو جيت الاهلي هتتساوى بالفئه الاولى واللي انت عايزه والكلام ده كله. فشغل شغل الثلاث ورقات ده شغال على احمد ابو الفتوح. ولكن اللاعب زي ما قلت لك باذن الله اللاعب موجود في نادي الزمالك رغم محاولات الفشله والهبيده والنادي الكباري ونادي الانفاق ان هو ياخد احمد ابو الفتوح. كمان انتقل بيك لحاجه برضو من الاستاذ فرج عامر رئيس نادي سموحه. ما اعرفش، نفسي افهم هو الزمالك بيكره الزمالك ليه، ما اعرفش. الراجل قدم شكوى ضد نادي الزمالك للاتحاد المصري لكره القدم لعدم الالتزامه بسداد مديونياته الماليه للاتحاد المصري. طب مع احترامنا الكامل ليك، انت مالك؟ انت علاقتك ايه؟ انت ايه اللي يخصك في موضوع ان الزمالك دافع ما دافعش، سوى ما سواش؟ ايه علاقتك مع احترامنا الكامل؟ لا، ازاي؟ لازم اخش، لازم حتى اخش اضرب انا كمان في الزمالك، واشمعنى انا كمان؟ ولكن اي كلام في اي كلام بيتعمل. طبعا انتوا عارفين مين بتاع الكلام ومين بتاع الافعال. طيب، محمود حمد الونش لاعب نادي الزمالك، الراجل في المراحل الاخيره من البرنامج التاهيلي بتاعه ليه اللي بيجريه حاليا في الامارات، والراجل
طبيب نادي الزمالك الدكتور محمد اسامه طمنا على الراجل وقال لنا ان هو في المرحله الاخيره من التدريب بتاعه، والفتره المقبله باذن الله هيبتدي التدريبات في ارض الملعب باذن الله، والفتره المقبله يكون جاهز باذن الرحمن. طبعا الونش يعني مش محتاج ان انا اقول لاعب امكانيات ولا قدرات ايه، طبعا مصر كلها عارفه الاهلاوي قبل الزمالكاوي امكانيات وقدرات محمود حمدي الونش. كمان برضو من مدافع للونش نخش على حسام عبد المجيد مدافع نادي الزمالك ايضا. اللاعب جاله عرض من احد الانديه الخارجيه، ولكن اللاعب يعني رفض وتمسك بالبقاء لنادي الزمالك، واللاعب بيفضل ان هو يكمل في الزمالك لغايه بعد الاولمبيات اللي جايه باذن الله، علشان يعني اللاعب عايز يحترف ولكن عايز يخوض الاولمبيات ويجي له يعني عرض احتراف قوي جدا جدا. ده بالنسبه للاعب حسام عبد المجيد. كمان عايز اكلمك واقول لك ان خوان كارلوس اوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك الراجل بيحذر كل اللاعبين يعني من زياده الوزن، وقال لك ان اي حد هيكون زايد في الوزن بعد الراحه السلبيه هيتم توقيع عقوبات ماليه عليه واستبعاده من حسابات المدير الفني لنادي الزمالك. كمان في مفاجأة برضه، مفاجأة لجماهير نادي الزمالك بالنسبة للأسطورة اللاعب محمد عبد الشافي، الراجل اللي عرفناه واللي اتأكدنا منه ان هو تم قيده في القائمة بتاعة نادي الزمالك. مش بس كده، ده كمان إدارة نادي الزمالك تواصلت مع اللاعب وقالت له ان انت هتكون موجود في الموسم الجديد مع نادي الزمالك، حتى لو عايز تعتزل يعتبر الموسم اللي جاي ده الموسم الأخير بالنسبة لك، واللاعب ما عندوش أي مشكلة، واللاعب مرحب بالنسبة لمحمد عبد الشافي ان هو يكون موجود في نادي الزمالك بداية من الموسم الجديد. كمان عايز اكلمك واقول لك سموحه بيقدم شكوى ضد الزمالك وفي نفس الوقت بيطلب التعاقد مع عبد الله جمعه. نادي سموحه بيقدم عرض لنادي الزمالك للتعاقد مع عبد الله جمعه، ونادي الزمالك والمسؤولين داخل نادي الزمالك لسه ما ردوش على هذا الموضوع او على هذا يعني التعاقد. كمان في صدمه بالنسبه لمحامي كهربا وللاعب نفسه. الناس في البرتغال زي ما قلت لك امبارح مش دقين عصافير ولا ناس يعني هيروحوا يدفع لك نص الغرامه بتاعت كهربا بالسهل كده. الناس قالت لك النادي القديم اللي كان عليه الغرامه احنا ما نعرفش حاجه عنه، ده نادي جديد استثمار، احنا مستثمرين في نادي جديد باسم جديد بشركه كره جديد، واصلا الفريق ما عندوش حتى الان فريق كره قدم، لا احنا عندنا كره سله وكره طايره بس، ما عندناش كرة قدم وما نعرفش مين كهربا ولا نعرف اي حاجة عن كهربا ولا لنا علاقة بالموضوع بتاع كهربا ولا تواصلنا ولا هنتواصل مع اي حد بخصوص الموضوع ده. ده بالنسبة للناس في قفش البرتغالي. والموضوع ده الناس بقى بيقول لك لا احنا هنرفع مستندات وهنقدم اوراق ومش عارف ايه والكلام ده كله. انا عايز اسأل سؤال بالنسبة للناس في نادي الزمالك، هو المحامي بتاعنا اللي هو سلفادور الايطالي ده، هو الراجل ده مقيل شوية بيشد حجرين تحت التوته مثلا؟ يعني هو الراجل ده فين يعني؟ الناس في الاهلي الاستاذ اشرف عبد العزيز او الراجل التونسي علي العباسي مع احترامنا الكامل، الراجل يعني الناس شغاله تواصل مع الفيفا ولجنه الانضباط ومكالمات ورسائل ومش عارف تواصل هنا وتواصل هنا وعارفين القرارات قبلها بشهرين ثلاثه. احنا المحامي بتاعنا ده لا بيطلع يتكلم ولا بيقول ولا اي حاجه، ومن ساعه ما مسك القضيه يعني القضيه من محكوم لنا فيها بقى داخلين على سنه اهو، وشهر في شهرين في 6 ايام في اسبوع في 3 شهور في 6 شهور، وكهربا ما دفعش سنت واحد لنادي الزمالك. هو المحامي ده فاهم ولا حافظ ولا ايه؟ ما اعرفش ايه المحامي اللي احنا جايبينه، ما اعرفش. ولكن يعني الناس في النادي اللي بيقول لك احتمال ان عقوبه كهربا تدفع في شهر 7 2024 وطوحين يا ليمون. طيب عايز اقول لك برضو يا صديقي ان المسؤولين داخل المصري البورسعيدي يعني كانوا في الرتوش النهائيه من التعاقد مع اللاعب زهير المترجي لاعب الوداد المغربي، ولكن فجاه المفاوضات تم ايقافها والمسؤولين في المصري قال لك خلاص احنا يعني ايه صرفنا النظر عن التعاقد مع هذا اللاعب. كمان النهارده في تقارير سعوديه بتؤكد ان نادي الخليج السعودي يوقع عقد مع محمد شريف. المصادر بتاعتنا في الاهلي اكدت ان الكلام ده عاري تمام الصحه وان اللاعب مكمل مع النادي الاهلي واللاعب لم يوقع لاي نادي حتى الان. كمان عايز اقول لك حمدي الهوني لاعب الترجي التونسي السابق بيوقع لمده موسمين مع الوداد المغربي في صفقه انتقال حر. اللاعب كان موجود طوال الفتره اللي فاتت دي كلها من شهرين، واللاعب حر اللاعب فري. طبعا لاعب زي ده امكانيات وقدرات طبعا لا حياه لمن تنادي في النادي، واللاعب يعني وقع لمده موسمين رسميا مع الوداد المغربي، بالتاكيد اضافه قويه للوداد المغربي. كمان عايز اكلمك واقول لك بالنسبه لصفقات الزمالك، الصفقات الناس ابتدت تقلق، الناس ابتدت يعني ايه تسال هنخلص موضوعنا ايه، طب الصفقات مصيرها ايه؟
وزي ما قلت لك ان محمود حماده، محمد شحاته، ناصر ماهر، الناس دي موجوده في صفقات الزمالك، والزمالك متفق مع الانديه ومع اللاعبين، ولكن اللاعب كل يوم بيعدي، كل يوم فتره القيد بتقرب تقفل، يوم تلو الاخر يوم تلو الاخر، الفتره بتقفل، الموضوع بيضيق، الناس بتسال، خصوصا ان الزمالك حتى الان لم يدفع فلوس سبورتنج لشبونه. اللي عرفناه ان ميدو تواصل مع الصفقات اللي الزمالك مخلص معاها وقال لهم يعني خلال اسبوع او 10 ايام بالكتير هيتم انهاء الملف ده، وهيتم انهاء الصفقات بتاعتكم وانضمامكم لنادي الزمالك. كان في كلام او بعض الاراء داخل مجلس الاداره ان احد الاعضاء اتكلم قال لك احنا ما نجيبش صفقات في الميركاتو الحالي ونأجلها ليناير، ساعتها كنا جددنا الفتوح لمحمد صبحي وقدرنا ندفع فلوس سبورتنج لشبونه براحتنا. ولكن اسوريو يعني الراجل حذر من عدم ابرام صفقات، وقال لك ان لو ما عملتوش صفقات اللي انا محتاجها مش هاجي تاني او هفسخ التعاقد بتاعي، لان الراجل حقه عايز صفقات. شايف الاهلي بيدعم، شايف نادي بيراميدز بيدعم، شايف كل الانديه بتدعم، فالراجل طالب صفقات. ولكن المستشار مرتضى منصور يعني رئيس نادي الزمالك او اللي كان رئيس نادي الزمالك، الراجل بيوعد اسوريو ان هيتم تنفيذ كل طلباتك، والصفقات اللي انت طالبها موجوده وهتكون موجوده قبل انطلاق الموسم الجديد. ده بالنسبه للاخبار في نادي الزمالك. كمان السيد مرتضى منصور بيوعد جماهير النادي ان يكون في صفقات كويسه نادي الزمالك، ولكن ادعموا النادي وادعموا الفريق في الفتره المقبله. وبكده تكون خلصت اخبارنا وخلصت كواليسنا. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.